كيبدا الفيلم ديالنا مع هاد الدري سونغ اللي كان كيقلب على فين يسكن وبارخص الثمن حيت مسكين كانت القضيه عنده ناشفه. ما كانوش عنده الفلوس فبقى كيقلب حتى لقى واحد السمسار وراه واحد الدار صغيره فوق السطح، واحد البيت صغيور عاليه بزاف. الظهر ديالها كان مكرفص للدرجه حتى السمسار ما قدرش يوقف مزيان فيها. هو قال ليه بغيتي شي حاجه رخيصه، هادشي اللي لقيت ليك، هادشي على قد فلوسك. هاد الدار اصلا ما كاينش اللي كيقدر يسكن فيها وحتى لاسانسور راه ما كاينش، خاصك تطلع هاد الدروج كاملين على رجليك، فلوسك هادشي ما جابولك. هنا المهم الدري سونغ دخل يشوفها وتصدم من الحمام اللي كان صغير بزاف. قال ليه واش هاد الحمام ديال بنادم ولا ديال اللعاب؟ قال ليه غير حاول تدخل جنب ودير النيه. من بعد ما كرهها سونغ عيط على صحابو باش يطلعوا معاه الناموسيه اللي شراها قديمه حتى هي باش يوفر الفلوس. صحابو تكرفسوا معاه باش طلعوا ديك الناموسيه في دوك الدروج كاملين. هنا واحد صاحبو اللي كان غليظ شويه كان باغي يدخل الحمام. هنا سونغ قال ليه سير جرب زهرك الا قدرتي تدخل من داك الباب، وزادوا طلعوا ليه حتى الالات الموسيقيه ديالو حيت هو كان يلاه بادي في المشوار الفني ديالو، كان مغني ودابا راه مشارك في واحد البرنامج ديال الغناء بحال ستار لايت. وفي الليل جلس كيقنع راسو بلي الامور كلها غادي تكون مزيان وهذه غير مرحله وغادي تفوت، شحال من واحد فقر كيولي لاباس عليه غير باش يقدر ينعس. وهنا واحد شويه هو بدا كيسمع شي اصوات حدا ودنيه. في الاول حك ودنيه يقول غير كيتخايل، ولكن غير مازال كيزيد في هذاك كيسمع دوك الاصوات ولدرجه حس بلي شي واحد راه كاين معاه تماك وما جا في بالو غير الجنون. وهنا شدها بواحد الجريه وحده وخرج من العماره ومشى حتى حدا واحد الطوموبيل في الزنقه وجلس ارتاح تما. منين حس بالعيا والنعاس قرر انه يرجع للدار، واخا كان غادي يموت بالخلعه ولكن ما عنده فين يمشي. وفاش طلع للدار قال لي عافاك السجن، دوز ليا غير هاد الليله هادي وغدا ندير لك اللي بغيتي. وفي بلاصه اخرى كانت البنت راني اللي هي جارته وهي مولات هاد الاصوات هادي، ومنين سمعت الهضره ديال سونغ كانت كتموت عليه بالضبط. لغد ليه في الصباح غير فاق سونغ جاب واحد المطرقه ويلا غادي يهرس داك الحيط. هنا ناضت ليه راني وقالت ليه تبت شنو راك كدير، انا راني كاينه مور هاد الحيط هذا. هو قال لها بسم الله الرحمن الرحيم واش انتي انس ولا جن؟ قالت ليه غير كتبغي تزيد في الخيال الواسع ديالك، انا انسانه بحالك وجارتك، غير هو ما كاينش العازل ديال الصوت في هاد الحيوط هادي. وداك الشيء علاش اي حركه صغيره مني ولا منك كنسمعوها بجوج بينا. ودابا تهنا الا كنتي باغي دير شي حكايه غير نساها حيت انا وياك رحنا في عمارات مختلفين وعناوين مختلفين، وحتى مالين هاد الديور راهم ما كيتحاملوش، واحد ما كيحمل الاخر. هنا صون قال لي هادشي كامل بغا تخلعيني باش نهرب ونخلي لك الدار خاويه. غير تهناي انا اصلا ما عندي فين نمشي وانا لاصقه هنا وما غاديش نرحل، لا بغيتي سيري رحلي انت. قالت ليه كيفاش، انا راني قبل منك هنايا. بقاو كيتعايروا كيتغاوتوا ومن داك النهار غادي تبدا بيناتهم التحدي على شكون يغلب في الاخر ويخليه يعيا ويرحل. كل واحد كيجي فيهم الحاجه اللي فيها صداع بزاف باش يصدع بها الاخر. منين كيسكت واحد كينوض الثاني. هنا سونغ صافي عيا ومل وخرج يقلب على العماره اللي فيها البنت، كان باغي يوصل ليها باش ما كان، ولكن بقى يدور 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 ولكن ما لقاهاش، ما عرف فين يشدش من اتجاه يشد، وفي الاخر عيا ورجع لدارو. وبكثرة ما بدا كيتخيلها بحال شي مرا ساحره زاد حقد عليها اكثر ما هو حاقد، ومشى جاب ساعه كبيره كدير الصوت وخلاها حدا الحيط كتكتك في الليل وفي النهار. هنا راني وصلت بها اللافان وما بقاش عندها الصبر وقالت ليه صافي راك ربحتي، غير خلينا نحلوا هذا المشكل بحال شي جوج بينا عندهم العقل. ومنين هضروا واتفقوا باش كل واحد ياخذ 4 سوايع يدير فيها اللي بغا والاخر يجلس بلا صداع حتى تجي النوبه ديالو. وهكا تهناو شويه. وفي الليل فجات النوبه ديال سونغ جاو عنده صحابو معولين يسهروا وينشطوا عنده، دخلهم وكان معول غير تكمل 4 سوايع ويكمل السهره معاهم. وفي وسط السهره زادوا فيه وشربوا كتر من القياس وما بقاوش عاقلين على راسهم. الصداع كاع ما خلى راني ترتاح. وهنا سونغ بدا كيخلع فيهم وقال لهم راه عندي واحد الجنيه مور الحيط وإلا زدتو صدعتوها غادي تحولكم لشي حاجه غريبه هاد النهار. وهما بالدوخه قالوا ليها صيفط لينا البنات يسهروا معانا وخلي سونغ يربح في المسابقه ديالو. ومن بعد حتى واحد ما بقى واعي. ولا غد ليه منين فاق سونغ لقى راسو ضايق. راني قالت ليه صحابك كاملين غير وصلت 6 ديال الصباح مشاو، باينه كل واحد فيهم عنده خدمه، ماشي بحالك ما عندك لا شغل ولا خدمه غير بيطالي. من بعد سونغ مشى عند صاحبو المقرب وتعصب عليه حيت هو عارف القصه كلها وعلاش خلى الدراري باتوا مصدعين البنت الليله كامله، وتبرع عليه اخر مره يجيبهم باش يسهروا عنده. ملي رجع سونغ للدار طلب من راني السماحه
قال ليها تصبر عليه غير هاد اليومين هادي، حيت خاصو يتدرب مزيان على حساب المسابقه اللي مشارك فيها، ومن بعد تقدر تاخذ الوقت اللي بغات على راحتها. وهي كانت ظريفه معاه، وافقات وقالت لي صافي غادي نصبر عليك هاد اليومين هادي. من بعد خرج لبرا، وفي الليل جرو صحابو وداو لواحد الحفله ديال واحد صاحبهم القديم. وفي نفس هذا الوقت راني جات عندها اختها وجابت لها الحوايج اللي خاصينها. وفاش عرفت بلي شي حد ساكن حداها حطات ودنيها على الحيط باش تسمع. وراني قالت لها غير بلا ما تلصقي ودنيك، وكان في الدار وراك كتسمعيه غير من بلاصتك. اختها قالت لها هي كي العفريته دغيا هربتي جار جديد؟ هي جاوبتها لا راه مازال ساكن غير خارج دابا، ولا مشى بحالو. فين كاين المشكل؟ واش انا شغالي فيه؟ ودابا رجعوا عند سونغ اللي كان مازال في الحفله تما غادي يشوف الاكس ديالو، غير شافها تقلب ليه المورال ومشى للبالكون جا للكارو. هي تبعاتو لبرا وسولاتو واش راك مازال كتكمي؟ قال ليها لا قطعتو شحال هادي، ولكن غير شفت وجهك طاح ليا المورال وخاصني نرجعو. هي قالت ليه مزيان ملي لقيتك هنايا باش نقول لك راه عرسي قرب وضروري خاصك تحضر. هو قال ليها غادي نجي ضروري، علاش ما نجيش؟ ومن تما رجع سونغ للدار هو مخربق وماشي على خاطرو. والقراني كانت خدامه كتنحت، غير سمعات ودخلت طلبت منه يعطيها 2 دقايق وتكمل وتسكت. هو قال ليها غير خدي راحتك، انا راه دازو عليا حوايج خايبين اليوم. هنا جبد واحد الكتاب بقى كيكتب الاغنيه الجديده ديالو، غادي تكون حزينه بحال الحاله ديالو. فسمعات وقالت لي هادشي باين في شي خيانه وغدر. سونغ بوحدو بلا ما يحس بدا كيعاود ليها على حياته وعلى الخيانه ديال البنت اللي كان كيبغي، حيت فضلت عليه واحد لاباس عليه وغادي تزوج به. وعاود ليها حتى على حياته اللي كيشوف راسو فاشل، حيت راه وصل دابا 30 عام وما عنده لا خدمه مستقره ولا دار لا طوموبيل لا والو، حتى الكوستيم هو التالي ما عندوش. راني قالت ليه يمكن هذه غير النظره اللي واخد على حياتك، اما حياتك ضروري ما يكون فيها شي حاجه زوينه غير انت ما كتبانش لي، وحيت هاد الحاجه ما كتبان ليكش ما كتقدرهاش. هاد الكلام هذا حفزو ورجع ليه الثقه في راسو شويه، وخلاه يدوز ليله كامله كيتدرب على حساب الله غد ليه. فاش داز قدام اللجنه كان الاداء ديالو واعر بزاف، وقدر انه ينجح ويدوز المرحله الثانيه. ورجع للدار غادي يطير بالفرحه، ودق على راني في الحيط باش يقول ليها باللي داز وباللي هي السبب حيت شجعاته وقالت لي هذيك الهضره الزوينه. وهادشي علاش عرض عليها يتعشى مع بعضياتهم، وقال ليها طلب اللي بغات. شويه تفكر ما عندوش الفلوس وقال ليها لا طلبي غير على قد الجيب اللي عندي. هي ضحكات وقالت ليه موافقه غير خليه حتى يجي الوقت المناسب. وداز هاد الليله زوينه عليهم بجوج وزادوا تعرفوا على بعضياتهم اكثر. لقيت لي لاول مره غادي نشوف راني واجده راسها وغاديه خارجه. قالت لسونغ خذ راحتك هاد النهار ودير اللي بغيتي حيت عندي ما يدار وغادي نتعطل حتى الليل. ما قالتش لي فين غاديه. وهاد النهار راني كانت عندها جلسه مع المحاميه ديالها ومدير الشركه اللي كانت خدامه فيها، حيت رفعت عليه دعوه حيت كان سرق ليها التصميم ديالها وباعو بسميت الشركه. المدير برر هادشي باللي في داك الوقت كانت خدامه معاهم، واي تصميم كتخدمو كيبقى ديال الشركه. هي قطعته قالت لي هادشي غير كذوب حيت انا ما سالي معاك حتى شي ورقه فيها كنعطي الملكيه ديال التصاميم ديالي للشركه، بالعكس اي حاجه كنخدمها خاصها تحط بسميتي. وفي الاخير المحامين خرجوا بحال يرضيهم بجوج وقالوا ليهم الربح ديال داك التصميم غادي يتقسم بالنص بيناتكم. راني كملت الجلسه ورجعت للدار وهي مقلقه بزاف حيت سرقات في خدمتها وضاعت في الجهد والتعب ديالها. وهادشي كامل عاودته لسونغ، هو تعصب بزاف وقال لي هذيك الساعات علاش ما ضربتيش وخديتي حقك بيديك. ولكن هادشي ما غاديش يدوز ليه مرور الكرام، ضروري ما ندموه. وفي النهار الثاني مدير ديال الشركه مشى لاصافي كيتريني بحال ديما. تماك سونغ حتى هو مشى لنفس لاصال ودا معاه جوج من صحابو وصيفطهم عند المدير. الصحاب وقفوا عليه على اساس انهم رياضيين قدام وبداو كيجبدوا معاه الهضره وقالوا ليه شافوه كيدير شي حركات غلط وبغاو ينصحوه. هو تاق فيهم، طلع واحد منهم الماكينه يوريه الحركه وداك الشيء غير باش يلهيه، والاخر حط ليه شي حاجه شي دواء في القرعه ديال الماء ديالو. منين سالاو وزادوا ليه في الوزن وقالوا ليه يلا طلع كمل راك واعر ورد بالك على ظهرك وخاصك تشرب الماء مزيان. ومن بعد خلاوه يشرب من هذيك القرعه وما مشى وصلتهم لتما وخلاو الدواء يخدم ليه مزيان حتى ما بقاش قادر يتحكم في راسو ولبى نداء الطبيعه وسط الصال قدام كلشي. وهادشي كامل تصور وتنشر في الانترنت باش يتشهر به. وفي الليل خطراني جات كتجري عندها وراتها الفيديو ديال المدير وكلشي كيضحك عليه. راني غير شفت الفيديو تفكرات سونغ والهضره اللي قال ليها انه غادي يندموا، وغير تسناتو حتى رجع وقال ليها ما بغيتكش تعرفي بهاد الطريقه هذه، ولكن من عرفتي كي جاتك هاد اللعبه اللي درنا له واش زوينه ولا لا، مهم خدينا حقك منه شويه.
بقاو كيهضروا مجمعين بيناتهم، وهنا سولها سون قال ليها علاش تليفونك ما كيصونيش وانت ما كتخرجيش بزاف ودائما بوحدك في الدار، واش ما كتحسيش بالملل؟ هي جاوبات قالت لي من نهار جيتي ما بقيتش كنحس كاع بالملل والوحده حيت عمرتي عليا وقتي. وقال لي هادشي كامل غير مور الحيط، شنو غادي يوقع على شي نهار تلاقينا راه غادي يكون حسن. وعرض عليها يديروها بصح ولكن هي ما بغات وقالت لي حتى من بعد مازال ما جاش الوقت المناسب. قال لها خلينا غير هكا حتى تكمل المسابقه ديالك وديك الساعه نشوفوا. سونغ جاوبها وقال ليها عندك غير تكمل المسابقه وانتشار، ديك الساعه غادي نتكبر عليك ومن الاحسن نتلاقاو دابا قبل ما تديني ليك شي وحده. ومن هاد الليله الحب بدا بيناتهم وبداو كيبغيو بعضياتهم بزاف، وغير من مور الحيط كانوا كيديروا خرجاتهم غير بالجي بي اس وكيبقاو يهضروا ويضحكوا وكل شيء غير مور الحيط. وهكا دازت الايام حتى جا النهار اللي اتفقوا فيه تعرفوا على عائلات بعضياتهم. هي جابت اختها وهو عيط على صاحبه واللي غادي يجي ليه بالكوستيم ومعول على ملاقيه حقيقيه، ولكن صدق غادي يحطوهم غير قبالة الحيط وبداو كيهضروا ويتعرفوا على بعضياتهم غير هكا. وكانت اول مره شي واحد يخترع بحال هاد الطريقه ديال التعارف، والصراحه كان موعد غريب بزاف ماشي بحال القصص التقليديه، وهذا الشيء كان عاجب سونغ بزاف. المهم سونغ وراني بقاو على هاد الحال شحال من نهار، وفي واحد النهار راني دوات لي على البروجي اللي باغا دير باغا تشارك فيه، هو سلسله قصص مصوره. وهما كيهضروا سونغ هنا سمع الدقان في الباب وفاش فتحت تصدم حيت لقى الاكس ديالو في الباب. قالت لي راني ضاقت وما عنديش من غيرك نهضر معاه وحاسه براسي ما غاديش نقدر نتزوج، ويلا كنت باغيه ندخل عنده ولكن هو ما خلاهاش. قال لها يلا نخرجوا نهضروا برا. وهذا الشيء كامل داز على ودني نراني وبقى فيها الحال بزاف حيت كانت كتبغيه وغارت. ومن بعد حتى هي جاها تليفون من المدير ديال الشركه ديالها وقال ليها عندي لك موضوع مهم، يجي عندي دابا القهوه وصيفط لها اللوكاليزاسيون فين غادي يتلاقاو. راني لبسات ونزلت عنده وعطاها واحد العقد ديال الشراكه غادي تكون فيه الارباح بالنص، وبدا كيهضر معاها وكيفكرها في الانجازات اللي دارت مع الشركه. ولكن قبل ما تسني تفكرات فاش تقت فيه وعطات ليه التصميم ديالها وهو خداه المجلس ديال الاداره وقال لهم باللي هو اللي صوبو. رجع ليها الحقد عليه وانا خرجت من القهوه وخلاته. وراني رجعت للدار وهي مهرسه نفسيا، بقات غير كتشرب الكينات والمهدئات. ودازوا عليها يومين قاصحين بزاف وما كانتش كتهضر حتى مع سونغ، وحتى هو ما قدرش يهضر معاها حتى طاحت مريضه واحد المرضى اللي خايبه بس. وجات عندها اختها باش تقابلها، وفاش نعسات جا سونغ للدار وسمعات اختها وهضرات معاه. قالت لي اختي راها مريضه بزاف هاد الايام وباش تكون عارف هي ما عمرها خلات شي حد يدخل حياتها من بعد الازمه ديالها، وما دخلاتك انت وهضرات معاك حتى حركتي فيها شي حاجه من الداخل اللي حتى حنا ما قدرناش نديروها. وصات يورد ليها البال ويتهلا فيها وما يأديهاش. لغت ليه سونغ باش صبح على المدير ديال راني وتلاقى معاه وضربه وقال ليه انت خدمتك هي تسرق الناس الاحلام ديالهم، وبقى كيضرب فيه وجمت الصمطه وبقى كيعطيه. ومع داك المدير كان مبهطط مهم زرق ليه العين. ومن بعد المدير عيط على راني وكان مكشكش وقال ليها كيفاش تجرأتي تصيفطي ليا صاحبك يضربني، وحتى داك العقد ديال الصلح والشراكه غير نسايا حتى تكوني باغيه تجي وتطلبي مني السماحه عاد نفكر نهضر معاك. هذيك الساعه راني عرفات شكون من الفعله وشكون من غيره هو سونغ. وتسناتو حتى جا في الليل وقالت لي علاش مشيتي دخلتي ليا في حياتي على هواك، واش انا مازال صغيره باش تدافع عليا، واش انا ما عنديش شخصيه باش نتايا عاد تحامي عليا. وهو حاول يشرح ليها بلي المحامي قال لي راه هذاك اللي باغي يدير معاه المدير راه غير فخ باش يبقى ياخذ ليها التصاميم ديالها ويربح منهم. ولكن هي ما بغاتش تسمع ليه وقالت لي هذه اخر مره تدخل في حياتي، وحتى هذيك القضيه ديال نتلاقاو غير نساها ونساني في خطره، وهذا الشيء غادي نساليوه هنا ومن اليوم ما عندك حتى شي دخل في حياتي. لغت ليه هي عيطات للمدير ديالها باش يتلاقاو وتسيني على العقد. وهذا الشيء كامل كان كيسمعوه سونغ ولكن ما يقدر يدير والو، خصوصا انها شرطات عليه باش يرجعوا لنظام التقسيم القديم باش يعيش كل واحد حياته بوحدو. ولكن هو شاف راسو انه ما يقدرش يدير هذا الشيء حيت ما يمكنش يرجع بحال اللي عمر شي حاجه ما كانت. شد ساكو وخرج من الدار. سونغ ما كانش عارف فين يمشي، مشى غير عند صاحبو الخضار وجلس عنده في المحل نهار كامل شاد بلاصتو ما كيتحركش حتى عصب صاحبو قال لي دير شي حركه وما تبقاش غير جالس لي مجبد تماك وطلق الريحه نضوش غير بعد راه ريحتك غادي تجري ليا على الكليان. هنا سون قال لي فين هاد الكليان بعدا راه السلعه كلها كتاكلها غير انت في كرشك. صاحبو قال لي دابا انت جالس بلا خدمه نوض توصل ليا الطلبات للكليان وعطاه يخدم توصيل الديور القريبين ليه. من بعد شي ايام قلال جا الوقت ديال المسابقه وكان سونغ ماشي هو داك الشخص اللي كان قبل حيت راني كان كيبغيها بزاف. وفي نفس النهار راني كان عندها موعد مع المدير في الشركه باش تسيني داك العقد.
ومشات واخده معاها واحد الكرتونه اللي كان فيها واحد التصميم، حطته قدام المدير. هو كان فرحان باش يشوف الجديد، ولكن فاش غادي يحلو هنا غادي تكون الصدمه، فاش غادي يلقى تمثال منحوت ليه هو شخصيا فهذيك الوضعيه اللي تشوه فيها بلاصال. هنا هي هزات العقد وقطعته قدام وجهه وقالت ليه ما ندمتش، حيت اخيرا غادي يفرق طريقي على طريقك. وقبل ما تمشي قالت ليه كنت دير خير في راسك ودوش، راه فيك واحد الريح راها كدوخ. وهنا خرجت من الشركه وهي كلها نشاط وفرحه، وحست بالحريه وبالانتصار. وفي نفس الوقت كان سون قدام لجنه التحكيم وغنى، ولكن بواحد الطريقه اللي ماشي داك هو المستوى اللي كان عليه. فهنا لجنه التحكيم رفضوه وحتى هما تصدموا علاش غنى بهذا الشكل، ولكن هو ما دار حتى شي ردة فعل، بالعكس بقى هادئ وقال لهم سمحوا لي حيت ما كنتش عند الحسن الحظ ديالكم. ومن بعد خرج من القاعه. غير خرج ووصل للزنقه، هنا غادي يشوف راني واقفه. واخا عمرهم شافوا بعضياتهم من قبل، ولكن قدروا يتعرفوا على بعضياتهم. وفي ديك اللحظه قربوا لبعضياتهم بجوج وهما كيضحكوا، حيت اخيرا تلاقاو في النهار اللي ما خطوش ليه، يعني غير صدفه. ومن تما رجعوا بجوج بيهم وقرروا يكملوا هاد القصه هادي بالزواج. فاش رجع سونغ للدار وعلم صحابو جاو يباركوا ليه وجابوا معاهم التراكس وهرسوا الحيط اللي بينه وبين راني، حيت دابا غادي يعيشوا بجوج وما بقات حتى شي حاجه غادي تفرق بيناتهم. وهنا السلام الخاص ديالنا، كنتمنى انه يعجبكم. ما تنساوش ديروا لايك واشتراك، ونتلاقاو في ملخى جديد. بسلام عليكم.